السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي امهاتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم صحة واحسن حال. اذكروا الله لا اله الا الله، وصلوا على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتنا، امين يا رب العالمين. بشكركم على كل الكومنتات الحلوة اللي كتبتها لي في الفيديو اللي عدى واللي جابليه. ربنا يا رب يحفظكم جميعا ويخليكم لينا، وما نتحرمش منكم ابدا، ولا من تعليقاتكم الحلوة ولا من لايكاتكم ولا من دعمكم لينا. ربنا يسعدكم يا رب ويخلي لكم اولادكم تشوفوهم كده احسن الناس. شكرا على كل كومنت كتبتوه كده وكل دعوة دعيتوها لاخويا بالرحمة. الله يرحم ويرحم جميع موتانا يا رب، امين يا رب العالمين. تعالوا شاركونا كده روتين بسيط في بيتنا كده، المتواضع البسيط كده. انا عارفة ان انتوا بتتحمسوا الروتينات البسيطة. ربنا يا رب يسعدكم جميعا ويجزاكم خير ويكفينا ويكفيكم شر اي حاجة وحشة يا رب، امين يا رب العالمين. ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرزق البنات الحلوة اللي معايا في القناة بالزوج الصالح، ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، امين يا رب العالمين. تعالوا كده نسمي الله كده ونبدأ روتين النهاردة كده، روتين بسيط في بيتنا كده المتواضع البسيط. انا عارفة انتوا بتتحمسوا من الروتينات البسيطة. ربنا يا رب يديكم الصحة والعافية يا رب، وتعيشوا وتعملوا كده لولادكم، امين يا رب العالمين. قلنا نعمل روتين كده في البيت كده النهاردة. ننظف كده ونروق كده المكان ونمسح الأرضية. وطبعا قلت بقى ايه انقل، انا طبعا لما بحب انظف يا حبايبي بحب انقل الحاجات من مكانها وامسح حواليها. يعني احب انقل حاجة وامسح جنبيها وارجعها تاني، بس هما ايه بيبقوا في نفس المكان يعني. ما احبش امسح والحاجة تبقى مركونة، بيبقى وراها تراب وكده، فانا بحب انظف. طبعا وانا بنقل الكنب يعني ايه انت قلت الم المراتب كده بالابره والخيط عندنا كده، هم يعني بصراحه جددت حاجات كتيره في البيت، بس ما قدرتش يعني ايه اجدد الكنب ده. ان شاء الله باذن الله كل حاجه تتعمل مع الصبر، وطبعا ايه الحمد لله على كل حال. طبعا بالنسبه لاخواتي اللي كتبوا لي في الفيديو اللي عدى، محمد بلاش زياره القبور كده حرام، مش كده. امي بتحب تروح تزور اخويا ومش عايزه تقطع زيارتها ليه. فطبعا احنا مش بنروح والله ولا نعيط ولا اي حاجه، احنا بنروح ندعي له. انا عارفه ان اللي بيوصل الميت الدعاء والصدقه، انا عارفه. فطبعا مش بنقدر نقول لها لا ما تروحيش، رغم ان انتوا كتبتوا لي كذا مره في الكومنتات ان زياره النساء للقبور حرام. بس انا والله مش لا بنروح نعيط ولا حاجه، احنا بنروح بنفرج اي حاجه على روحه وبندعي له قدام القبر. لان يعني انا جبت كذا شيخ بيقول ان الميت بيفرح لزياره اهله وبيحس بيهم لما بيروحوا يزوروه. بس فامي يعني لما كلنا يعني سمعنا الكلام ده فبنروح نزور كده اللي حبايبنا اللي راحوا، اخويا وستي وسيدي يعني ناس كتيره يعني بنروح نزورهم. فمش بنقدر نقول لامي لا ما تروحيش وكده. انت دي بتبقى ماشيه جابلينا يعني، تروح تزورهم من جابلين، تمشي من الصبح يوم الجمعه من الصبح بيرن عليا، وبعدين انا بروح. طبعا انا يعني قاعده في نفس البلد بس بعيده عنهم شويه. وزي ما قلت لهم يا حبيبي انا مش ما يعني ولا بنأذي اي حد يعني، ولا يعني مش بنعمل حاجه ايه وحشه ولا كده يعني. بس بنروح بس بندعي له كده، وفي ناس بتبقى يعني بتروح تدعي كده وتقرا قرآن كده وبندعي اي حاجه كده وبتمشي. انا عارفه طبعا ان الدعاء بس والصدقه اللي بتوصل للناس. الله يرحمه يا رب ويغفر لي، وشكرا على دعواتكم لي بالرحمه. ربنا يحفظكم جميعا من كل شر ومن كل سوء، امين يا رب العالمين. بالنسبه للبيت، في ناس سالتني لسه الاصوات يا أم محمد في البيت. والله انا بص حقيقة يعني الايام دي عايشه حاله ما يعلم بها الا ربنا، ربنا يحوش الوحش يا ربي. بس بعمل بنصايحكم ليا وكل الحاجات اللي انت كتبتوها لي بعملها يعني. وربنا يا رب يكفينا ويكفيكم شر اي حاجه وحشه. آه بالنسبه لولادي، هم ولادي اصلا مش عايزين يعيشوا في البيت. عايزيني ابيع البيت وامشي من المكان ده. بس طبعا انا عمري ما ابيع البيت، يعني مش بيقولوا لنا لا ان بنبيع البيت يا ماما ونمشي ونشتري في مكان تاني. قلت لهم لا مش هنبيعه، وبشغل انا القرآن ليل ونهار، يعني ليل ونهار لحد الصبح حتى ما بيطلع والله. ودايما بذكر الله طول ما انا في البيت في اي مكان، حتى لما بدخل الحمام اي حد من اللي بقول لهم استعيذوا بالله وانتوا في الحمام. بس وربنا يا رب يحوش الوحش، ربنا يحوش الوحش يا رب، لان انا اللي تعبانه والله يا حبايبي. يعني انا اللي بيتخيل لي، يعني انا اللي بشوف اي حاجه وحشه. بص من كام يوم كده تخيل لي وانا نايمه كده،
مع ان ما كانش فيه قطط. يعني بالنسبه للقطط، ايوه طبعا انتوا قلتوا لي طلعوهم بره البيت، انا من قبل ما انتوا تقولوا لي انا كنت بحب القطط يعني. والقطه اللي كانت عندي ده كنت مربياها، كانت صغيره فكنت مربياها يعني. بس دلوقتي لما ولدت وولادها كبروا عندنا، بيبقى منظفه البيت ويعدموا البيت، يشوفوا تحت السلم تحت الكنب، بص عادمين لنا الدنيا. فانا قلت بقى ايه، هديهم لناس يعني، مش هرميهم وكده، انا مش هديهم لناس، في ناس ترعاهم اكتر مني. القطه الكبيره رميناها يعني، وديناها كذا مره عند بيوت ناس عشان ياخدوها وترجع تاني. يعني بص ناس كتير خدتها مني وترجع تاني البيت، وببعدها عن المكان وبترجع تاني البيت، هي اللي لسه مش قادره امشيها من البيت. بس يعني انا بقى اصلا بحب الحيوانات وبس، بحب في نفس الوقت النظافه، محبش ابقى منظفه المكان واقوم الاقي ريحته وحشه. بس زي ما قلت لكم كده، ان انا قلت بقى نزلت بقى على البيت كده، قلت يا حبيبي نظافه كده بالكلور والبريل كده والله تصدق وانا بعمل كده وانضف كده دايما بذكر الله، والله دايما كده. واي مكان ادخله في البيت كده دايما ذكر الله في بقي والله العظيم. والحمد لله على كل حال، ربنا يا رب يحوش اي حاجه وحشه. يعني برضه من كام يوم كده هي مكه بتكح قاعده جنبي، عندها كحة. الجو طبعا انتوا عارفين ساقعة، وما بين الشتاء والصيف كده لازم ايه الأطفال تعيا. بس والله يعني ايه، إذا جيت دواء كحة إن شاء الله تخف تبقى زي الفل. ربنا يا رب يحفظ ولادكم يا رب جميعا يا رب. آه، قلت بقى ايه، حشت بقى التلاجة كده، حابة انضف وراها كده واخلي حواليها زي الفل، عشان طبعا بتكون ترابه كده. ودايما بحب كده المية ارش كده على الحيطان، وازيح الترابه دي كلها بالمكنسه، وبعدين بملى جردل تاني بكلور وميه وبنضف. طبعا يا حبيبي انا بوقف الكاميرا وبنضف ايه بالذمه زي ما انتوا عارفين. يلا مين بيحب الروتينات ام محمد كده وبيتحمس منها؟ يلا بقى اللي مكسله على حاجه بقى ايه تتحمس كده من الروتين البسيط كده وتعملها. عايزه اقول لكم الايام اللي فاتت دي برضو يعني حصلت لي حاجه تاني، يعني الكركبه في حاجات لسه بتحصل لي والله. بس انا حسيت ان انا تهيألي الليله دي يعني مش يعني مش ما حسيت ان انا مش الحاجة دي ما حصلتش بجد. يعني حسيت ان تهيألي وشفتها، يعني شفتها بس قمت من النوم عليها، حسيت ان في حاجة جريت كده تحت التسريحة زي ما يكون قطة سودة والله. وكنت حاطة تحت التسريحة جزمة، يعني ما كنتش يعني كنت حاطة تحت التسريحة الجزمة. بس انا بحب يعني اطفي النور وانا نايمة، مش بحب انور يعني. ببقى مشغلة التلفزيون على القرآن، بس ببقى ايه، ببقى مشغلة القرآن كده لحد الصبح، بس بابا طافيه النور عشان اعرف انام، مش بحب النور يبقى منور. بس بابا طبعا ايه سايبه نور المطبخ، سايبه نور الصاله، علية النور بتاع البيت بيبقى منور بره، بس النور اللي نايم عليه بيبقى طافي. فوالله تهيألي ان في حاجه سودا كده زي ما يكون زي شكلها زي القطه كده جريت تحت التسريحه، وانا شفتها. وبعدين قمت كده فقت من النوم كنت عمال، بس ما الحمد لله على كل حال. يعني ربنا يحوش ان كان حاجه وحشه، ولا ان كان حد عامل لي بسحر ولا اي حاجه وحشه، ربنا يحوش يا رب. والصداع يعني بجيب مسكنات والله عشان يعني بجيب مسكنات. مش ما العلاج اللي كنت جايباه، كنت جايبه العلاج من عند 2 دكتور، يعني كشفت عند دكتورين والله العظيم ساعة ما وريتكم الاشاعات دي. بس بقى هعمل ايه، بجيب مسكنات كده بتخف شويه ويرجع برضه بعيني. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله ربنا كريم كده ويشفيني ويشفي كل من كان مريض يا رب، ويحوش اي حاجه وحشه يا رب، امين يا رب العالمين. بس ولادي بقى شافوني قاعده انضف كده واروق في البيت، قالوا ايه ما تنضفيش ولا تعمل حاجه يا ماما، بعنا البيت وخلينا نمشي من هنا. قلت لهم لا مش هبيع، انا مش بيهون عليا المكان، يعني عشت فيه سنين وبرتب وانا يعني كده و... ونضفت انا بايديا، فمش ما احبش انقل من المكان واروح اي مكان تاني. قلت لهم لا ان شاء الله لو حاجه وحشه في البيت ربنا يحوشها باذن الله، طول ما احنا مشغلين القران وبنذكر ربنا وبنصلي مش هيحصل اي حاجه لينا ان شاء الله. لدرجه ان حتى اخواتي يعني لما لقوني تعبانه الفتره اللي فاتت دي ودايما صداع شكل مني، بيقولوا تعالي عيشي معانا عندنا، يعني عيشي مع امك وابوكي كام يوم مش هتشوفي اي حاجه وحشه. بس فانا يعني قلت طب ما مش هينفع ان انا اروح اعيش واسيب ولادي يعني لوحدي، ان رحت هاخد ولادي معايا. بس فبعد كده قلت لا، وانا اسيب البيت ليه؟ ولا مش هسيبه.
يعني بشغل القرآن فيه على طول ونذكر ربنا على طول، ان شاء الله ربنا يرفع اي حاجة وحشة يا رب. ربنا يطهر بيوتنا وبيوتكم من اي شر ومن اي حاجة وحشة يا رب، امين يا رب العالمين. وحسبي الله ونعم الوكيل، لو كان حد مأذيني في صحتي ولا مأذيني بأي حاجة وانا معرفش، حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول غير كده. هنا يا حبيبي كنت باجي بوريكم ان انا نضفت البيت اهو وخليته زي الفل، وتحت السلم روقته وخليته ايه زي الفل اهو. بمسح الكام درجة اللي من تحت دول، طبعا انا بجيبها من بكنيس من فوق، آه بس لكن بمسح، مش بمسحها كلها يعني، بمسح الدرجة اللي من تحت كده عشان ايه يبقى نضيف كده زي لحد بقى بعد ان شاء الله بعد كده نبقى نعمله باذن الله في المستقبل ان شاء الله، نبقى نعملها ايه رخام تبقى شكلها حلو زي البلاط البيت. طبعا انا عارفه ان انتوا كتبتوا لي كذا كومنت وقلتوا لي يا ام محمد من زمان واحنا نقول لك ركبي باب للحمام. انا بصي يا حبيبي والله العظيم انا بعد ما بلطت ما اكتشفتش غلطه الحمام، يعني ما ركبت انا كنت لما ربنا بيفرش عليك كنت بعمل اي حاجه في البيت. فباب الحمام ده لما قعدت عشان اروح اركبه المونتيل لان ما ينفعش يركب، الراجل بقول له ينفع اجيبه خشب؟ قال لي ما ينفعش. قلت له ما ينفعش تفتح لي في المفصلات في البلاط دوا وتركبوا لي؟ قال لي ما ينفعش، لازم لازم الباب يبقى المونتيل عشان انت ركبت بلاط. فانا سالت عليه لقيته غالي جدا، يعني من في حدود 4000 مصري، 4000 جنيه مصري الباب الحمام. فرحت قلت باجي ساعتها رحت عملت ايه، قلت اجيب الستاره واركبها. انا عارفه انتوا دايما كنتوا بتكتبوا لي يا ام محمد آه لازم باب الحمام يبقى مقفول، لازم يبقى مقفول. هي غلطه من الاول ان انا ما عرفتش اجيب له باب خشب من الاول، لو كنت جبت له باب خشب من الاول كان هيبقى رخيص وكده. يلا الحمد لله على كل حين، مسير كل حاجه تتعمل باذن الله يا حبيبي. يلا بقى ما تنسونيش في لايك حلو من ايديكم وكومنت حلو من ايديكم، تسلم ايديكم وعينيكم. ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب، دايما دايما بتجبروا بخاطري. ربنا يا رب يجبر بخاطركم جميعا جبرا يتعجب ليه اهل السماوات والارض، امين يا رب العالمين. وبشكر كل كمان الناس اللي معايا اللي على الواتس كده اللي فرحوني بكلمات تفرح القلب وحاجات حلوه كتبوها لي كده ان انا اعملها في البيت. ربنا يحفظكم جميعا يا رب، وما تشوفوا اي حاجه وحشه يا رب، امين يا رب. ايه رايكم؟ خليت بقى الصلاه زي الفل وروقتها يا حبايبي، فرشت فيها الحصيره كده وايه خليتها زي الفل، وفتحت الشباك كده يهوي الاوضه اهو. إيه رايكم؟ يلا بقى نشوف بقى هنعمل ايه تاني. قلنا بقى نخش بقى على الحمام ننضف ونخليه زي الفل. طبعا ايه حطيت شويه كلور يا حبايبي وبريل من اللي عندي، وقلت بقى انزل على الحيطان بحته سلكه كبيره. انا احب اصبن الحواض والحاجات الحمام دي، بس مش هكدب عليكم يعني اقول لكم ان انا بنضفه كل يوم، لا مش كل يوم. اول ما الاقيه وسخ كده، اكتر حته بتوسخ عندي في البيت المطبخ والحمام، فدايما بايه بحب انضف. بس نزلت كده جبت حته سلكه وشويه كلور وبريل، وقلت بقى انزل على حيطان الحمام والحوض. طبعا حتى السباكات اللي ركبتهم دول يعني بص الحنفيات دول جبتهم من الرخيص، فما مش حلوين، اتكسروا صدوا واتكسروا. فايه بس انا ايه يعني خليت الراجل ركبهم لي كده وربطهم في بعضيهم كده، وقلت له ما انا ما كنتش اعرف ان الطقم ده مش حلو يعني. بس المهم خليته ربطهم لي ساعة ما ركبنا الموتور كده عشان كانوا برضو بايظين وكانوا بيه بيطيروا ميه، ربطتهم كده وخليتهم زي الفل. نزلت على الحيطان كده بتاعت الحمام يا حبايبي، ودايما انت عارفين بحب احط الغسالة جوه الحمام عشان بتنطر ميه كتير ومنطرة ميه على الحيطان. فانا ايه قلت بقى انزل على الحيطان كده بنظافة وخليتهم ايه زي الفل، وغسلت حيطان الحمام بميه كده وخليته ايه نظيف وزي الفل. معلش يا حبيبي انا بحاول اعمل اي حاجة كده وانزلها في القناة عشان بس ما اوقفش القناة، لان انا عارفة ان الناس بتجدد وبتعمل كل يوم فيديو جديد وبيصرفوا ويعملوا كده على الروتينات، لكن والله انتوا عارفين كل واحد وظروفه. بس فوديني اهو بشتغل عليها، نساعدوني كده بالمشاهدات واللايك الحلو من ايديكم. ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب دايما وما تحرمش منكم ابدا يا رب، ويكفينا ويكفيكم شر اي حاجه وحشه، ويكفينا ويكفيكم من شر المرض يا رب. اهم حاجه الصحه وراحه البال، دايما ادعوا. دايما لما بدعي لنفسي بدعي بالصحه والستر وراحه البال، دايما ادعوا بيها لنفسي. نزلت كده يا حبايبي على حيطان الحمام بالسلك والبريل كده، الرغوه بتخلي ريحه الحاجه زي الفل اهو. نضفتهم وخليتهم زي الفل، ولا يعني مش بشتري اي حاجه من الحاجات بتاعت البيت اللي انا كنت بعملهم البريل والكلور ده، وبيخلي الحاجه زي الفل.
تعرفوا ان احسن شوية بلاط جم في البيت بلاط الحمام، يعني جمال والله حلوين وبينضفوا بسرعة معايا في الغسيل كده. لونهم حلو كده ابيض في زهر كده كحلي، حلو جميل يعني. تعرفي يا حبايبي ان يعني اغلب الناس اللي دخلت اليوتيوب يعني علمت الناس النظافة، اقسم بالله. بس انا والله ربنا اللي يعلم، من غير يوتيوب وانا كنت بنظف كده واخلي الحاجة زي الفل يعني. بس يعني اغلبية الناس اللي بتعمل روتينات في اليوتيوب بيستهموا ببيوتهم، بيستهموا بحاجتهم عشان الروتين بتاعهم يطلع نظيف كده وزي الفل. لكن والله انا عامة دايما كنت حابة انضف واخلي انا دلوقتي مش بنضف كمان زي الاول يعني، ما عدتش بصحتي زي الاول. كنت في الاول بخلي الحاجة زي الفل، ما فيش حاجة كنت تقعد عندي وسخة، وده يبقى نضيف وده يبقى نضيف ولمح كل حاجة. لكن دلوقتي والله مش بعمل، بس مش زي الاول. يلا الحمد لله على كل حال. اهو يا حبيبي نزلت بقى على الحيطان كده وخليتها زي الفل و... وبقى كنت مجهزه لهم جردلين ميه كده عشان اشطف بيهم الحيطان. حشت براميل الكلور كده عشان برضو انضف تحتيها، طلعتهم تحت السلم. وقلت بقى احك الحيطان بتاعتهم كده ونغسلها كده بميه نظيفه. عندي بنتي شاد لما تكون بتنظف البيت ولا حاجه، ما ترفعش اي حاجه وتنظفها تحت، يعني ما ترفعهاش وتنظف وتروح مرجعها تاني. لولا نتخانق فيها واقول لها ده انا بعد كده هرصلك الحاجه في المطبخ بتاعتك وهتعفن، اضايقها بالكلام. لازم الحاجه تترفع تمسح تحتيها وترجعها مكانها تاني. بس كده يا حبيبي نضفت بقى وخلصت الحمام اهو. قلت لنا بقى جردلين كده واشطف بقى الحيطان. الحيطان طبعا كانت عاليه لفوق، فطبعا اللي ما كنتش بطوله من فوق ده بميه، جبت بقى الفوطه وقفت على الجردل ونزلت بقى على الحيطان فوق الكوبس كده عشان الميه بس ما تجيش على الكوبس. بس ونزلت كده مسحتهم وخليتهم زي الفل. يلا بقى عايزاكم تكتبوا لي كده تسلم ايدك يا أم محمد، تسلم وتعيشوا يا رب، ويخليكم ليا يا رب دايما وما تحرمش منكم ابدا، ويحفظكم لينا يا رب ويديمكم نعمة في حياتنا يا رب. والله بنفرح كده، بنفرح بس لوجودكم كده في القناة بتاعتنا. والله شرف لينا وجودكم كده في قناتنا، كفاية ان احنا بنكلم ناس من اخر الدنيا، دي حاجة كبيرة جوا بالنسبة لنا والله. ربنا يا رب يجازيكم خير على دعمكم لينا، ربنا يجعلكم سبب رزق لينا، ربنا يا رب يحفظكم جميعا يا رب، يجازيكم خير على كل اللي بتعملوه كده مع القناة. احنا طبعا زي ما قلنا لكم انتوا بتشاركونا كده حياتنا. اهو يا حبيبي خليت بقى الحيطان زي الفل، البلاط الابيض دوا والازرق، ونضفته كده وخليته فل اهو. وغسلت كده معلش القعد بتاع الحمام بلدي اهو، بس انا بنضفه وخليها زي الفل.